السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ حلقة جديدة. وناس كتير اول ما تشوف الفيديو دوت هتقول لك ايوه يا عم الله يسهل لك، انت قبضت وطالع تعمل اعلان. هقول لك يا عم والله العظيم ما خدت حاجة. انا حتى طالع اعمل الفيديو دوت علشان اقول لك ادخل سجل بدعوة الترشيح بتاعتي، يمكن ينزلوا لي اي فلوس. انت عارف شغلانة اليوتيوب ديت ما بقتش تاكل عيش. بقى لنا كام يوم كده عندي في جروب التليجرام الاقي دعوات كتير قوي لبرنامج بولت. ناس تدخل تقول لك ايه يا جماعه انا حملت برنامج بولت وعليه رحلات كتير قوي، ادخلوا سجلوا عليه، ويروح ايه حادف لنا لينك دعوه الترشيح بتاعته ويروح جاري. لحد ما لقيت واحد صاحبي باعت لي على الواتساب دعوه ترشيح للبرنامج، فبقول له يا عم في ايه؟ قال لي ادخل سجل وبالنص. بقول له بالنص في ايه؟ قال لك يا باشا في مصلحه وفي 600 جنيه، انت 300 وانا 300. قلت له يا عم ماشي، اذا كان كده معلش نسجل. طب ايه يا سيدي قصة البرنامج ده؟ البرنامج ده شغال في دول كتير، اللي انا متأكد ان هو شغال فيهم امريكا والسعودية، شغال في الدولتين دول ومنافس هناك لاوبر. يعني البرنامج واخد وضعه شوية، يعني من الاخر الناس دي معاها فلوس. انا بقالي شهرين كده متابعهم على الاعلانات اللي بيعملوها على الفيسبوك، ومستنى اشوفهم هيعملوا ايه هنا في مصر، لحد اما هم اجبروا الكباتن ان هم اللي يعملوا دعايه للشركه من غير ما يعملوا اعلان في اي حته، بحركه دعوه الترشيح اللي هي 600 جنيه. نزلها لك، فخلى الكباتن كل اللي يقفش كابتن صاحبه يقول له تعالى، ويروح واخده من قفاه ومخليه يسجل عن طريق دعوه الترشيح بتاعته، لان طبعا فيها 600 جنيه. معنى كده ان الناس ديت معاها فلوس، ومعنى كده ان الناس ديت جايه تصرف علشان تدخل في وسط البرامج اللي شغاله دلوقتي وجايه تنافس معاهم. طيب انا ككابتن او انا سواق او انا شغال في المجال، إيه المطلوب مني واتصرف ازاي مع الشركه دي؟ بص اقول لك على حاجه، شوف مصلحتك فين واعملها، وانت اولى باي جنيه حد يديهولك. هم جايين ينافسوا بعض، وكل واحد عاوز يكون هو اللي موجود وجاي عايز يعمل داتا كويسه هنا. فانا اشوف مصلحتي فين واشوف مين اللي هيديني فلوس واخد الفلوس ديت انا اولى بيها. ايه اللي يحصل بعد كده ده اللي احنا مش عارفينه. فاحسن فتره تستغل فيها اي برنامج جديد هي اول فتره ليه. عامل لك دعوه ترشيح، وكمان ساعات بينزل لك، مش ساعات، ده اول ما بتفتح البرنامج بيعمل لك بونص. تقريبا بتعمل 3 رحلات ب 300 جنيه، بعد كده بيعمل لك بونص تانية تعمل ب 150 جنيه. يعني البونص بيتغير من وقت للتاني، وطبعا بيكون له شروط. زي ما شفنا مع برنامج ديدي عملنا منه مصلحه كويسه اول ما نزل، لانه طبعا نزل كان عايز يلم داتا وعايز يلم كباتن ويثبت نفسه وينافس اوبر والكلام ده كله. وعملنا منه مصلحه كويسه في البونص اللي كان بيعمله في الاول. واحد هيجي يقول لي احنا عايزين نعرف البرنامج ده اصلا كويس ولا لا، طب ايه ظروفه، طب ايه تسعيرته، طب ايه نسبته. هقول لك الكلام ده كله ما يشغلنيش في الوقت الحالي. في الوقت الحالي هو جاي بيفرق فلوس، فانا هاخد اي حاجه. بعد كده نبدا بقى نشوف البرنامج ده كويس ولا مش كويس. والله كويس وتسعيرته كويسه اهلا بيه، مش كويس هنركنه جنب اخواته في الخلفيه. جت عليه رحله حلوه خدها، ما جاتش ادي مركون. دي السياسه اللي انا عايزك تفكر بيها، او دي السياسه اللي انا بقى اصلا بفكر فيها، ان انا ماليش انتماء لاي برنامج. انا اهم حاجه عندي مصلحتي. البرنامج ده عامل لي بونص ماشي، البرنامج ده عامل لي مكافأة ترشيح يلا بينا. اي حاجه فيها مصلحه ليا انا شغال فيها. بعد كده المصلحه ديت ما بقتش موجوده، خلاص اركن انت على جنب ونشوف غيرك. النهارده مش جاي اعمل لك اعلان، ولا جاي اقول لك نزل البرنامج واشتغل عليه، او مش جاي اقول لك البرنامج ده وحش ما تشتغلش عليه. انا طالع اقول لك الناس ديت بتفرق شويه فلوس، يلا بينا ناخدها. وما تنساش تسجل من خلال الدعوه بتاعتي في وصف الفيديو ده. فمهم جدا ان انت تقول لي رايك في الموضوع دوت في كومنت، تصلي على النبي في كومنت، تشترك في القناه وفعل زر الجرس لو انت اول مره تتفرج عليا ومهتم مجال النقل الذكي، لان استحاله اي حاجه تخص مجال النقل الذكي ما تلاقيش عندي في القناه. السلام عليكم.